20,000 جنيه. بوسي. لا وكمان المقدمة 25,000 جنيه بس، وبيقسطوا البيع على 5 سنين. كفايه. والاستلام فوري. كفايه يا بوسي. عرفت المعلومات دي كلها منين يا بوسي؟ اوعى تكوني بتبيعيني وبتشتغلي لحساب اونست. عارفه انا ممكن اعمل معاك ايه؟ اجيب الماوس واعمل لك ديليت واحطك على ارض الذكريات. اخس عليك يا لزوز، بتشك فيا؟ وبعدين دي اعلاناتهم ماليه البلد. ايه رايك يا لزوز نقفل الشركه دي ونروح ناخد شقه في اونست؟ دلوقتي مع اونست والفتره محدوده شقق سكنيه ومصيفيه في العجمي واسكندريه بافضل مساحه واحسن تشطيب وباقل سعر ممكن تتخيله، والاستلام فوري. ايوه فوري. حقق حلمك واحجز شقتك واستلم فورا ب75,000 جنيه بس. لو ما معكش كل المبلغ مفيش مشكلة، ادفع 25,000 جنيه وقسط الباقي على 5 سنين. جميع الوحدات بفيو رائع وتصميم هندسي وتشطيب راقي جدا. مستني ايه؟ اتصل حالا على 16/7/14 ومن خارج مصر على 00202 16/7/14. وعلى رأي المثل امشي اونست يحتار عدوك فيك. اونست للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، اسم يعني ثقة. اهلا بيكم معانا وحلقه جديده والبرنامج الاجرأ على وجه الاطلاق، خفايا، اللي بندخل فيه عالم جديد مليء بالاسرار. العالم ده موجود معانا يا جماعه واعداده ازيد من اعدادنا. السحر الاسود ليه سموه اسود اصلا؟ السحر الاسود قلنا بنكتب عليه هو التعامل مع ابليس راسا، والعهد الابليس اللي بيدخل ما بيطلعش منه، وهو الكفر البين. لما واحد بيقول انا مخاوي جنيه متجوزه، يقول لك ازاي بيتعاملوا مع بعض والجن من نار؟ انا مسحوره وبشوف جن على الشكل الطبيعي، بس بشوفه وانا نايمه ما بيقدرش يغامض وانا صاحيه. امتى اعرف ان ده معمول لي عمل بالربط بالنسبه للراجل والست لتعطيل الجواز، وامتى تكون اسباب طبيعيه؟ لازم يبقى عندك ايمان قوي في الله سبحانه وتعالى وعقيده ان ربنا هو اللي هيحميك. سيبك من الكلام ده ان حد يقدر يأذيك. احنا مش طالعين نخوف الناس، احنا طالعين نعلمهم ونديهم معلومات في عالم هم مش عارفين حاجه عنه. في الأوقات التالية. مشاهدينا اهلا بكم في فقرتنا الرياضيه واللي من خلالها بنعرف اهم واخر اخبار وقضايا كره القدم في مصر. طبعا بيشهد على الساحه عرس رياضي وهو انتخابات الانديه وطبعا منها نادي الزمالك. معايا ضيفنا وضيفكم في الاستوديو النهارده احد ابرز واقوى المرشحين لرئاسه نادي الزمالك الدكتور كمال درويش الرئيس الحالي لنادي الزمالك وايضا المرشح لخوض رئاسه نادي الزمالك. دكتور كمال اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. منورنا في الاستوديو. طبعا يعني هنتكلم مبدئيا بعيد عن الانتخابات. نبدا برايك في دمج وزاره الشباب والرياضه وطبعا الكابتن طاهر ابو زيد، هل هو ظلم ام لا؟ لا، هو الحقيقه الدمج انا شخصيا مش موافق عليه، لان الفصل ده احنا قعدنا فتره طويله عشان نفصل الرياضه عن الشباب، لان اهداف وزاره الشباب مختلفه تماما عن اهداف وزاره الرياضه، على اساس ان الرياضه بقى فيها اتجاهين اساسيين، اللي هو اتجاه الرياضه للجميع واتجاه الرياضه الاحترافيه، وده عاوز شغل مختلف تماما عن وزاره الشباب اللي هي بتتجه للنواحي الثقافيه والرياضيه والخطابه والمسرح والى اخره من النواحي المختلفه اللي بتاثر على شخصيه الفرد. هنا الهدف مختلف تماما. شايف ان الكابتن طاهر ابو زيد اتظلم ولا اخطا في بعض القرارات؟ لا والله انا شايف ان الكابتن طاهر الحقيقه ظلم مبين، يعني لانه كان بيحارب الفساد بشكل واضح
انا شخصيا كنت معاه كاملا في هذا الاتجاه، لكن اللي انا متصوره ان كانت محتاجه نوع من السياسه لانه واجه كل الاطياف في وقت واحد. تمام. لكن الحقيقه انا حاسس بانه ظلم فعلا. بعد تدخل طبعا اللجنه الاولمبيه في قرار وزير الرياضه الكابتن طاهر ابو زيد، يعني الاقاويل كان الصراع ما بين الحكومه المصريه واللجنه الاولمبيه. حضرتك كنت من ضمن المجالس المعينه بقرار وزير الرياضه، وطبعا كان في رئيس النادي السابق، نادي الزمالك السابق الاستاذ ممدوح عباس، قدم شكوى وتظلم طبعا للجنه الاولمبيه، وقرار يمكن كلام اللجنه الاولمبيه كان برجوع المجالس السابقه. هل ده هيأثر على انتخابات في نادي الزمالك الفتره اللي جايه، وكان رد فعلك ايه يا فندم؟ لا، هو الحقيقه الموضوع ده كان نوع من الاستقواء بالخارج، وان احنا هنا مصريين والمؤسسات بتاعتنا مختلفه، الانديه على وجه التحديد مختلفه تماما عن الانديه في الخارج تبع الفيفا على وجه التحديد، لانها انديه محترفه وبيبقى فيها اسهم وبيشترك فيها اعضاء الى اخره. احنا انديتنا انديه دوله، انديه الدوله هي اللي عاطيه الارض وبنت المنشآت وبتساهم في ميزانيات الانديه. موقف مختلف تماما. بالاضافه لذلك ان الاستاذ ممدوح عباس كانت مدته انتهت، وكان عين من وزير الرياضه السابق اللي هو العمري فاروق لحين اجراء الانتخابات، كان المفروض في شهر سبتمبر. تمام. فلما ما اقامش الانتخابات اتوقف المد اللي موجود او التعيين، وعينت انا على اساس نجري الانتخابات، ونحن بقى فعلا بنجري الانتخابات. يعني يا دكتور، يعني حضرتك طبعا استاذ في تربيه رياضيه، طبعا عميد كليه التربيه الرياضيه، مش هنعرف يعني لازم نسالك في قانون الرياضه قانون طبعا 75 سنه 77، قانون يمكن شغالين بيه لحد دلوقتي، لكن حضرتك شايف ان الفتره الحاليه هل بيتناسب القانون دوت معاها؟ لا، الحقيقه القانون حاليا لا يتناسب اطلاقا مع الواقع الموجود، ويمكن في بعض النقاط ولا تغيير شامل؟ والله تغيير شامل، محتاج تغيير شامل، لان القانون وضع في ظل نظام اقتصادي اشتراكي. كانت الدولة بتتولى كل النفقات، كانت بتبني وتنشئ وتدي مرتبات المدربين والأجهزة الفنية والعاملين، وكانت بتصفر الفرق الرياضية إلى آخره. هذا الموضوع كان سنة 75. دلوقتي الموقف اختلف، احنا في ظل نظام اقتصادي حر، هذه المؤسسات بتعتمد على نفسها اعتماد ذاتي، فلازم القانون يتغير طبقا للوضع الاقتصادي. طبعا بيحتاج ضخ اموال وبيشمل حاجات كتير جدا التحديث بتاع القانون ده. زي الاحتراف، زي الاستثمار، زي ضخ الاموال، زي التسويق، نفس النادي، الاسم التجاري. دخلنا في موضوعات تانية مختلفة تماما، القانون للأسف حتى الآن ما بيضمهاش. بتعتبر كل هذه الامور يعني الحقيقه مؤثره تاثير سلبي على النادي، لانك انت بتعتبرها في الاخر بتعتبر مخالفات. تاكيد، وعلى الرياضه بشكل عام في مصر بتعتبر مخالفات، يعني بيجي الجهاز المركزي يقول لك دي مخالفات لانها مخالفه للقانون. تمام. لكن العرف او الواقع يفرض عليك انك تشتغل. يعني مثلا لما تيجي تشتري لاعب، مش مرة تشتري مزاد او هتعلن على مزاد لشراء لاعب او مناقصه يعني صحيح. فده طبعا باموال كمان كتيره، لو انت اتاخرت شويه اللاعب اتخطف منك. بالظبط. كان في كلام يا دكتور ان هو يعني يتحدث في التسعينات، كان في كلام وحضرتك كلام انا بدات فيه من التسعينات، واحنا بنحاول نحدث وبيخش لغايه المجلس الشعب، وبعدين بنبص تلاقي ما دخلش الرول، ومره دخل الرول وما لحقوش يدخلوا الرول، يعني حاجات كده. فلكن لسه الرياضه الحقيقه كانت لفتره قريبه الدوله بتنظر لها نظره سطحيه في انها يعني تسليه. الرياضة أصبحت في الدول المتقدمة حاليا مدخل من مدخلات الإنتاج القومي للدول دي. تمام. في الولايات المتحدة الأمريكية بتسبق صناعة السيارات وبتسبق صناعة السينما، تخيل. تمام. والرياضة بمشتملاتها وقضاياها. ويمكن احنا دلوقتي في قنوات متخصصة رياضية كتير، احنا كنا بنحلم الأول بساعة رياضة، دلوقتي قنوات متخصصة في الرياضة وعليها إعلانات وعليها رعاية وعليها دعاية، يعني تمام. الموقف اختلف تماما. هستأذنك، في معانا مداخلة من الأستاذ محمود معروف الناقد الرياضي، طبعا واحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الزمالك. برحب بيك يا أستاذ محمود.
اهلا استاذ محمود واهلا يا دكتور كمال، كل سنه وانتم طيبين. اهلا حضرتك وسهلا. طيب. اهلا وسهلا. معانا الدكتور كمال درويش في الحلقه طبعا. عايزك طبعا حضرتك موجود، ما ينفعش اسال الا ما حضرتك تسال الاول، فلازم طبعا توجه اسئله خاصه للدكتور كمال درويش بما ان حضرتك اعلامي طبعا. ربنا يخليك. لا انا مش هسال، انا طبعا بس هقول للدكتور كمال درويش ده راجل عظيم واستاذ جامعي ورجل رياضي، يعني لاعبا ومدربا واداريا ورئيسا لنادي الزمالك ورئيسا لاتحاد كرة اليد ورئيس اتحاد الملاكمة، يعني راجل عظيم وموسوعة شاملة وعمل مبادرة رائعة جدا يوم ما كان الندوة بتاع الاستاذ مرتضى المرشح المنافس. جاء الدكتور كمال درويش وجلس على المنصة في روح، يعني الجمعة اللي فاتت كل القنوات الاخرى سواء عربية او غير عربية، وقالوا هي دي الروح الرياضية التي يجب ان تسود الوسط الرياضي. فانا بقى طبعا الدكتور كمال درويش ليس هذا بغريب عليه، انسان فاضل، انسان محترم، يعني كان لي شرف ان اكون عضوا بمجلس اداره الزمالك معه، وحقيقه راجل يعني اقول له ربنا يوفق من يولي يا دكتور، وانت راجل محترم جدا 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 يعني. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. الله يبارك فيك. الله يخليك. سيادتك برضو يعني من الشخصيات الاعلاميه الزملكاويه اللي نتمنى لها ان شاء الله التوفيق في الانتخابات القادمه باذن الله. ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور، وبالتوفيق كده ان شاء الله، وندعو الله ان تنتهي كما راينا في الندوه اللي حضرتك شرفتها ونورتها يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وطول ما في ناس محترمين زي حضرتك كده ان شاء الله كل شيء هيكون على ما يرام باذن الله يعني. بإذن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا دكتور. شكرا يا دكتور. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. طبعا كلام جميل من الناقد الرياضي كبير طبعا، وروح جميله في النادي الزمالك، يعني وجود المستشار مرتضى منصور في المنصه، وطبعا احمد مرتضى الاستاذ احمد مع حفظ الالقاب موجود في ندوه حضرتك في نادي الزمالك، ده كان روح جميله جدا ما بين اتنين مرشحين منافسين يعني في نفس الوقت. والله شوف، هو احنا بقالنا فتره تقريبا 25 سنه في الانتخابات بيحصل مشاكل كتير، وينتج من خلال المشاكل صراعات ما بعد الانتخابات. تلاقي اللي تولى المسؤوليه في تملي ناس بتعارض وبتوقف اعمال ممكن ان تفيد نادي الزمالك. فكان قبل كده، قبل 25 سنه، ايام حسن بيه عامر والكابتن حلمي ونور الدالي، كانت الامور سهله، كان في اتفاقات، كان في تفاهم، وكان تفاهم، وكانت روح طيبه. بعد كده بدأ صراع مجالس الإدارة. الحقيقة أنا متصور إن الطريقة دي لو تمت بيبقى فيه احترام للآخر واحترام للرأي وفكره، وإن إحنا كلنا أبناء نادي الزمالك وعاوزين رموز نادي الزمالك كمان. بالظبط، وعاوزين كمان نادي الزمالك يتحسن. نادي الزمالك في موقف سيء، في حالة الحقيقة مرهقة، عاوزة تضافر كل الجهود مع بعض تمام عشان نقدر ننهض بيه. هنتكلم عن جزء الصراعات ده، لكن هنسأل سيادتك يعني رأيك في تأمين المباريات من قبل شركات خاصة. ده كان يمكن رد الداخلية من ابتداء من العام القادم إن شاء الله. هل هينجح؟ شايف القرار ده قرار صائب ولا قرار في مصر يعني يمكن لسه شوية ما ينفعش يتنفذ، ولا شايف الموضوع هيبقى ماشي ازاي؟ والله هو ده كان اقتراح الالتراس، عملوا زي شكل بيان وطلبوا عدم اشراف الداخلية. طبعا ما صدقت وزارة الداخلية، وافقت فورا، لان هي بتحمي الناس طبعا وبتساعد على الامن وبتبذل مجهود خارق على ان الناس تخرج من الملاعب بسلام. فطبعا رحبت، لكن هو قبل ما احنا نطلب هذا لازم يبقى في هذه الشركات، لازم يبقى كيفية آلية التنفيذ، ان هذه الشركات تملك من القوة والأعداد والأفراد ما يمكنها من حفظ النظام. وعلى فكرة هذا النظام موجود في أوروبا بس هم أصعب كتير من الداخلية. يعني هم في أوروبا أصعب من الداخلية، يعني ما بيسمحوش بأي تجاوز، وأي تجاوز على طول بيخرج بره الملعب ويتمنع من دخول الملاعب. فالأمور دي فعلا يعني يا ريت تحصل. احنا مع الفكرة بإذن الله. أنا معايا بس المستشار أحمد جلال المرشح على عضوية نائب رئيس، على نائب رئيس في مقعد نائب الرئيس. مستشار أحمد جلال إبراهيم، أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا واهلا بالاب الفاضل ليا الدكتور كمال درويش، اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك؟ تحياتي الدكتور كمال لحضرتك. في اي اسئله للدكتور كمال درويش النهارده؟ وانا شايف روح والود طبعا ما بينكم يعني في ندوه الدكتور كانت الجمعه الماضيه، صح يا دكتور؟
فاعتقد دي حاجه كويسه يا سياده المستشار في نادي الزمالك، يعني حاجه ايجابيه جدا في الانتخابات. طبعا انا شرفت ان انا يعني كنت في مجلس الدكتور كمال درويش 97 2001، يعني الشخصيات المحترمه اللي انا اشرف بيها وانا بتعامل معاه بصفه والد بالنسبه لي، لانه زيه زي المستشار جلال ابراهيم بالنسبه لي. يمكن انا كنت في الندوه وكنت موجود وقلت انا بشرف ان انا ابن رمز من رموز المستشار جلال ابراهيم، وشغلت وعملت مع رمز اخر وهو الدكتور كمال درويش، وزميلت رمز اخر وهو الاستاذ مرتضى منصور. فانا بالنسبه لي انا اوفر حظا ان انا عملت مع هذه الكوكبه العظيمه اللي بتشرف نادي الزمالك، واللي احنا لا يمكن ابدا نستطيع ان نتحمل اي اساءه لشخصها، لان هم في الاخر هم كيان نادي الزمالك اللي احنا بنتشرف بيه بره، وهم دول الرموز والاساس للنادي اللي احنا بنحافظ عليه دايما، وحتى بنعلم ولادنا يعني ايه رموز ويعني ايه رؤساء نادي ويعني ايه شخصيات محترمه بتمثل كيان نادي الزمالك في كل الاوقات. بالتاكيد يا سياده المستشار. هل في يعني اي اسئله خاصه للدكتور كمال في الفتره اللي جايه دي بالنسبه لك او تصورك ممكن تسالها له دلوقتي؟ لا انا طبعا بس انا اتمنى يعني انا بشرف ان انا بكلم الدكتور كمال، واتمنى ان شاء الله تروح الود دي تسود على طول، ويعني انا فرحان جدا بهذه الروح الموجوده ما بينه وبين الاستاذ مرتضى، وارجو ان هو يعني ما يزعلش من اي حاجه بتقال، لان هو في الاخر هو كيان عظيم اسمه الدكتور كمال مع الاستاذ مرتضى منصور، وفي الاخر احنا اي مكان اللي ربنا هيوفقه في الفتره الجايه احنا كلنا بندعم. كلنا كنت من اول رغم ان انا كنت في مجلس منتخب بتاع الاستاذ ممدوح عباس، ولكن كنت من اول المهنئين للدكتور كمال درويش، وكنت دايما بتمنى له ان ربنا يوفقه في الامور الصعبه. هو المشرف على هذه الانتخابات، واعتقد ان هو بيشيل همين ان هو بيعمل بيرشح نفسه او بيعمل الدعايه نفسه، وفي نفس الوقت بيحافظ على سلامه وامن نادي الزمالك في هذه الفتره الحرجه بصفته رئيس الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. اتمنى ان ربنا يوفقه في هذه المهمه الصعبه، اتمنى ان احنا كلنا في الاخر ما يهمناش النتيجه قد ما يهمنا نحافظ على اسمه وتاريخ نادي الزمالك. فانا بتمنى التوفيق اللي ربنا يريده ان شاء الله، وايا من كان ان شاء الله كلنا واقفين وراه بامر الله سبحانه وتعالى. هل الاختيار للقائمه نزول حضرتك مع قائمه المستشار مرتضى منصور كان في يعني اختيار ما بين قائمه الدكتور كمال والمستشار مرتضى ولا؟ لا والله لا انا لما كان في اتفاق قبل كده مسبق ما بيني وبين الاستاذ المستشار مرتضى منصور ان احنا نخش الانتخابات، وكنا من اول الناس قبل الانتخابات خالص، وكان الدكتور كمال لم تكن خلص الفكره عنده ان هو عايز ينزل الانتخابات، ولكن هو نزل حتى على اخر وقت ونتيجه ضغط من الاعضاء وان هم يعني عايزينه يبقى موجود معاهم، وده شخص يعني شيء يحترم في الدكتور كمال. ولكن ابدا والله يعني انا حتى ما كانش في اختيارات خالص، بالعكس انا بكن للدكتور كمال كل تقدير. انا بقول باكد مره ثانيه ان انا شرفت ان انا كنت معاه في مجلس 97 2001 وشاركت في الانجازات اللي كانت موجوده معاه، رغم الناس كتير بتنكر علينا هذا الانجاز، ولكن انا يعني بالنسبه لي هو والد وعيلته هي عيلتي، ويمكن انا من اقرب الناس اللي للدكتور كمال درويش. يعني سياده المستشار يعني شرفتنا بالمكالمه، وان شاء الله تكون معايا قريب هنا في الاستوديو باذن الله. شرف ليا، ومره ثانيه برحب بحضرتك وبرحب بالدكتور كمال درويش، وبشكره على الفتره الصعبه اللي قضاها الفتره اللي فاتت دي. بشكره على ان هو قاد نادي الزمالك في الفتره الصعبه دي، يعني زي ما قلت على المستشار جلال ابراهيم في فتره تعيينه انه قاد نادي الزمالك فتره صعبه. انا باكد على ان الدكتور كمال برضو كان بيقود نادي الزمالك في فتره فيها انتخابات وهي الاصعب، فاتمنى ربنا يوفقه في انه يحافظ على سلامه وامن النادي في الفتره الجايه فتره انتخابات، وربنا يعدي الامور على خير، وان شاء الله يستقر نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. شرفتني يا فندم، شرفتني يا سياده المستشار. شكرا للمستشار احمد جلال ابراهيم. طبعا نروح لتقرير يا فندم من نادي الزمالك ونشوف الجمعيه العموميه رايها، وطبعا في قائمه حضرتك، ونروح للتقرير ونرجع تاني. اتفضل. تقرير ونرجع تاني من نادي الزمالك. ظاهرة ديمقراطية تتجدد داخل الأندية المصرية لظهور الكوادر الرياضية والنهوض بها. فنادي الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية يعيش أجواء مثالية جديدة لم تحدث من قبل في انتخابات هذا النادي. فبعد حل مجلس ممدوح عباس استشعر الأعضاء البعض من الخوف والقلق على مسيرة النادي، ولكن سرعان ما تغير الأمر بعد تعيين دكتور كمال درويش الذي أنقذ سفينة النادي من الغرق، وحاول حل مشكلة الديون المتعلقة بأرض النادي ومستحقات الموظفين ولاعب الفريق الأول. أنا ضد التوجه والاعتبار إنها صراع، هي أقدر أسميها منافسة،
والحمد لله رجع نادي الزمالك لسابق عهده، منافسه شريفه وبتوضح صوره حضاريه. والخلاف اللي حصل في الجمعه اللي فاتت ده خلاف ظاهري، الباطن فيه طيب، وكلنا رايحين لمصلحه النادي على منصب الرئاسه وعلى منصب النائب والاعضاء تحت السن. انا شايف ان شاء الله بدون مقاطعه يا رب هتتم بصوره طيبه وصوره حضاريه تشرف نادي الزمالك وابناء نادي الزمالك قدام الجمعيه العموميه، يظهروا بصوره طيبه ان شاء الله. انا بالمناسبه بشكره جدا لانه هي كانت فتره حرجه ومرحله انتقاليه خطيره ادارها باداره سليمه، وقدرنا نعدي الصعاب زي ما انت قلت، ومنها الماديات لان مدخلاتنا ما كانتش تساوي مخرجاتنا على الاطلاق. والله هو طبعا جو الانتخابات السنه دي الحمد لله هاديه، كلها حاجات بسيطه يعني، شويه في الندوات، ولكن كلها حاجات برضو تحت السيطره، ما فيش فيها خروج يعني عن المألوف. يعني ان كل المرشحين اولا زملكاويه ويحبوا نادي الزمالك وبيترشحوا عشان خاطر ينجحوا نادي الزمالك. ده كلام اللي انا عايز الناس تبقى متاكده منه. يعني الثلاثه المرشحين او الاربعه المرشحين كلهم بيحبوا نادي الزمالك. كل المجالس بقت سنه سنه سنه، فده ما يعملكش استقرار، ما تعرفش تعمل مشروع كبير، ما تعرفش تنجز. انك انت بتبقى انت قاعد السنه دي مطلوب منك انك انت ما تعملش اي مشاريع الا في حدود المده بتاعتك دي. لا والله احنا بندور على الاستقرار، يعني الانسب هو الانسب، وكمان في استقرار للنادي الزمالك يعني، وده بان في الفتره اللي فاتت يعني بعد ما ميدو جه وابتدى النادي. كان طبعا الباشمهندس ممدوح عباس، طبعا النادي المصري كلها عارفه ممدوح عباس عمل ايه في النادي، فحسينا في شويه باستقرار لما الدكتور كمال بقى موجود في النادي. عايز اقول لك الاجواء العامه في نادي الزمالك بالنسبه للانتخابات لاول مره تكون اكثر هدوءا، لاول مره تكون فيها مساحه عاليه جدا من الديمقراطيه، من قبول الآخر. وأنا شايف إن ده مناخ يعني صحي ومناخ معتدل داخل النادي. فرضوا أسلوب المجلس المعين برئاسة الدكتور كمال درويش. أنا عضو في نادي الزمالك مع والدي الله يرحمه من ساعة ما اتولدت، وعاصرت أيام دكتور كمال درويش، وكان ليه إنجازات حلوة قوي في النادي. هو جو الانتخابات نادي الزمالك يعني مختلف المرة دي عشان كل المترشحين أصحاب. انا بالنسبه بتكلم عن فئه تحت السن، يعني كلهم صحابي وكلهم متربيين معانا، يعني طالعين من النادي كلنا، يعني يمكن 5 أو 6 منهم طالعين من جوه النادي فعلا. فتلاقينا كلنا واقفين مع بعض، بنكلم بعض، بنسهر مع بعض بالليل، بنقول لبعض احنا رحنا فين، وفاهم حتى البرنامج الانتخابي بنقول لبعض يعني. في النهايه كلها بتخدم مصلحه. في الاخر انت عايز تعمل حاجه لنادي الزمالك. انا قلت ان انا حتى الان يعني مستقل، بس انا ان شاء الله بكره هنضم القايمه يعني ان شاء الله. يعني قايمه مين؟ يعني هو يمكن دكتور كمال كان اعلن، وان شاء الله هتبقى قائمه دكتور كمال درويش. لا هو في 2، في الدكتور كمال وفي المستشار. لا في حاجات كتير، في قبض الموظفين اعتقد الاداريين او المدربين، حاجه كده كانت ملغيه 20 شهر تقريبا او 22 شهر اداهم الفلوس. في الكوره، في اللعب اللي وقعت كلها تقريبا هو بيبدا يجددها يعني. ليه لا؟ الانجازات كلها والبطولات ولا مؤاخذه وما فرحناش الا على ايده. فليس بجديد على كمال درويش قيادة سفينة نادي الزمالك، فقد كان رئيسا للنادي من قبل، وحقق مع النادي 16 بطولة، وعاش النادي فترة انتعاش كبيرة، ناهيك عن جراءته في اتخاذ قرار بتولي أحمد حسام ميدو مسؤولية تدريب الفريق الأول برغم الانتقادات التي وجهت له بسبب السن الصغير لميدو، إلا أن درويش أصر على أن يعطي فرصة لابن من أبناء النادي، ويخوض كمال درويش الانتخابات رغم صعوبتها مع كل من أعضاء قائمته. ورغم سخونة الانتخابات وصعوبتها، إلا أننا لأول مرة نجد 2 من المرشحين على مقعد الرئيس يجلسان معا في مؤتمر انتخابي، وما يزيد الدهشة إنهما كمال درويش ومرتضى منصور. مشاهدينا ده كان تقرير من داخل نادي الزمالك. طبعا شايفين الروح الجميلة ما بين المرشحين، وخاصة المرشحين تحت السن يعني زي المرشح كريم أنور. رأيك في المرشحين تحت السن يا دكتور وأعضاء الشباب برضو، يعني حيز من الإدارة والفرصة في الإدارة في إدارة الأندية عموما؟
والله هو الشباب الموجود الحقيقه الواحد بيعتبرهم تقريبا احفاده، او يعني لان هم كلهم متربيين جوه النادي وكانوا اطفال وما شاء الله كبروا وعاوزين يشاركوا في الحياه الاجتماعيه والعمل العام، وده شيء طيب. يعني احنا سعداء بيهم وتلاقي حتى يعني فعلا الحوار معاهم حوار كاشف، وطبعا اللائحه الجديده بتحط 3 تحت السن. عندهم حماس طبعا. عندهم حماس للعمل والجهد، وانا سعيد طبعا بكريم انور على اساس ان هو كان بيعمل جوه النادي في الاداره القانونيه وفي شؤون عنده خلفيه كويسه، فعنده خلفيه في كيفيه اصلاح هذا الجهاز اللي بقاله فتره هو موجود جواه. تمام دكتور، هنروح للناحيه الماليه في نادي الزمالك والازمه الماليه. طبعا في فتره تولي حضرتك حوالي 5 شهور لحد دلوقتي، يمكن في بعض الشؤون الماليه اتحلت في نادي الزمالك، عايزين نعرف تفاصيلها، وايضا يعني الخاصه بكره القدم، يعني الكوره عموما، يعني يمكن اللاعبين كتير جدا مستحقاتها متاخره ومحدش يتكلم، لكن احمد حسام ميدو سبب يمكن التعادل او بعض النتائج في الدوري زي هزيمه المصري، كان قال برضه حته لمح لبعض يعني المشاكل الماديه ان هي بتاثر معنويا او بطريقه سلبيه على اللعيبه. شوف، هو طبعا احنا مع الفريق الاول لكره القدم احنا في الاول قعدنا معاهم وقلنا لهم الموقف بشفافيه كامله مفتوح. العقود عاليه جدا وهم ما خدوش فلوس طوال الفتره اللي قبل ما احنا نتولى خالص، فاحنا ابتدينا نعمل لهم زي جدوله وان اي مبالغ ماليه بتصرف ليهم على حساباتهم فورا. تمام. وده موضوع انتهى الكلام فيه، لان احنا ملتزمين معاهم بان عقودهم احنا كمسؤوليه تضامنيه بنديها لهم. فانسى بقى انها مؤثره على الاداء في جوه الملعب عاوز جهد، عاوز عرق، عاوز تنفيذ تعليمات، عاوز شغل، اللي عاوز بطوله ما يفرطش في نقاط سهله. تمام. عشان معايا ده بالنسبه لكره القدم. عشان معايا 3 دقايق. بالنسبه بقى للازمه الماليه، ازمه ماليه ضخمه جدا كل الناس عارفاها، احنا اتكلمنا فيها كتير، تصل حوالي 300 مليون جنيه، يعني ضخم جدا، شيء صعب جدا. حاولنا نحله، عملنا جدوله بالنسبه للضرائب 63 مليون، بالنسبه للاوقاف 7 مليون، بالنسبه للتامينات حوالي 6 مليون. امور صعبه لكن حلناها من خلال جدوله واعاده جدوله والتزام بمواعيد، وده كله الحمد لله قدرنا في الفتره القصيره بتاعتنا اللي هي ال4 اشهر ان احنا نخلص عليه. احنا عندنا مشروعات كتيره طالبين من الجمعيه العموميه برضو ان احنا من خلال الهيكله والتمويل الذاتي تتعمل 3 شركات، شركه عقاريه تدير المحلات اللي حوالين النادي، البوتيكات، شركه خاصه بكره القدم في ظل نظام الاحتراف، نحدد النسبه الخاصه بالنادي جواها على اساس ان احنا نضع اسهم والناس تشترك، وخاصه الجماهير نديهم فرصه الاشتراك في شركه القطاع. وفي ايضا شركه ثالثه اللي هي شركه اعلاميه، لان احنا كان في سبيلنا قناه نادي الزمالك، قناه نادي الزمالك، بالاضافه عندنا مجلتين لنادي الزمالك، بالاضافه للموقع الزمالك. فده كله مشروعات عاوزه موافقات جمعيه عموميه ان شاء الله في الجمعيه العموميه هنعرضها. كمان عندنا امال كبيره جدا في ان احنا انهينا مشكله 6 اكتوبر، مشكله المصيف مرسى مطروح، جبنا مركب نايل كروز و4 ادوار فيها حمامات سباحه وفيها قاعات افراح، فيها مطاعم مستوى عالي 5 ستار، دي بترسى على الارض في خلال يومين قبل الجمعيه العموميه ان شاء الله. هنعمل افتتاح ليها، ودي عظمت من مساحه النادي النهري. بس لازم تستني بقى على القايمه. انا لسه كنت جاي لحضرتك للقايمه. القايمه يمكن اعلنت حضرتك عنها مؤخرا، هي عمر هريدي على مقعد نائب رئيس، طبعا مع حفظ الالقاب هاني زاده، جمال شعلان، احمد عبد الغني وهاني شكري، دول فوق السن، وضم شريف منير وسوني الخوانكي وكريم انور، بالظبط دول تحت السن. بس في امين الصندوق اللي هو المحاسب طارق جبريل. امين صندوق محاسب طارق جبريل. تمام. شايف ان القايمه هتقدر تحصد اصوات كبيره؟ هل عندهم حماس، متحمسين لان هم يخدموا طبعا الجمعيه العموميه ونادي الزمالك؟ انا شايف ان القايمه دي بافرادها، بشخصياتهم، بقدراتهم، يستطيعوا ان شاء الله ان هم يحققوا طموحات الاعضاء الجمعيه العموميه،
وبتمنى من الله التوفيق، وبتمنى من اعضاء الجمعيه العموميه انهم يطرحوا، لان فيها مجموعه كبيره من المجلس المعين اللي قدرت تمشي المركب اللي هي سفينه الزمالك هذه الفتره باستقرار، باداء جيد، بهدوء، بامان جوه النادي. الاعضاء ابتدوا يرجعوا تاني يقعدوا في النادي، الاعضاء ابتدوا تاني يدفعوا الاشتراكات. احنا كان عندنا عجز في دفع الاشتراكات 26,000 عضو 26,000 مش دفعوا. تمام. في الفتره بتاعتنا لما جينا وحسوا بالامن والاستقرار جم ودفعوا الاشتراكات وبقوا جاهزين للجمعيه العموميه. دكتور كمال درويش، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا ان حضرتك شرفتني النهارده، واتمنى لك التوفيق في صالح نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله، واحب اشكرك مره ثانيه ونورتني وشرفتني يا فندم. اهلا وسهلا بيك، وكل التمنيات والتوفيق لحضرتك. مشاهدينا، دي نهايه فقرتنا الرياضيه واستكمال باقي فقرات سما بلدنا. اشوفكم على خير ان شاء الله. مالك بس يا لزوز؟ في ايه اللي مضايقك؟ انت مش حاسه باللي انا فيه يا بوسي؟ كل دي اعلانات بتاعت اونست، واونست فتحت استلام شقق العجب، يعني الصراع هيفضل مستمر ما بيني وما بين اونست. امال لو عرفت ان هم بيبيعوا الشقه ب 75,000 جنيه؟ بوسي، لا وكمان المقدمه 25,000 جنيه بس، وبيقسطوا البيع على 5 سنين. كفايه! والاستلام فوري. كفايه يا بوسي! عرفت المعلومات دي كلها منين يا بوسي؟